السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة وازيكم يا باشمهندسين. دلوقتي بأمر الله موعدنا مع درس الأخير في الوحدة الأولى في الجبر، اللي هو بعنوان المتسلسلات الهندسية. بنختم الوحدة الأولى وبنختم بقى قصة المتسلسلات والمتتابعات. اتكلمنا الحصة اللي فاتت في المتتابعة الهندسية. طبعا احنا بناخد متتابعة وبعد كده بناخد متسلسلة. كلمة المتسلسلة ده يا صديقي هو مجموع حدود المتتابعة. خدنا متتابعة حسابية بناخد متسلسلة حسابية. خدنا متابعة هندسية وخلصناها، بناخد النهارده المتسلسلات الهندسية. حصة سهلة وحصة جميلة وقوانينها لذيذة والشغل معاها جميل جدا. نبدأ، وقبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المتسلسلات الهندسية ورمز التجميع بتاعها. طيب مبدئيا كده يا صديقي، انت جيت يا استاذ قلت لي في البدايه كلمه متسلسله هي مجموع حدود المتتابعه، خلاص. فيجي بقى الراجل يقول لك يعني ايه متسلسله حماده؟ تقول له والله يا استاذ المعروف او تعريف متسلسله هي مجموع حدود المتتابعه. بس يا باشا، واحنا شغالين في الهندسيه يبقى مجموع حدود المتتابعه الايه؟ الهندسيه اهو. الهندسيه يعني انا هاخد حدود المتابعه الهندسيه واجمعها بالظبط كده. طب هي المتابعه الهندسيه كانت بتبدا بايه او كانت شكلها ايه؟ المتابعه الهندسيه كانت بتبدا بالف الحد الاول، بعد كده صديقي الف راء، بعد كده الف راء اس 2، بعد كده الف راء اس 3، وببدا اكمل الكلام ده كله لحد ما اوصل للحد الاخير اللي هو لام. احنا بقى النهارده بنبدا نجمع حدود المتابعه دي، بنبدا نجمعها. فبنقول له والله يا استاذ انا هروح اقول له كده الف زائد الف راء زائد الف راء اس 2 زائد الف راء اس 3، واقعد اجمع كل الحدود دي لحد الوصول الى الايه؟ الحد الاخير بقى. او هجمع 10 حدود، هجمع 15 حد، هجمع 100 حد، هجمعهم كلهم. لسه هيحدد لي، فاهم اللعبه؟ طيب قانون ايه اللي بعتمد عليه يا استاذ؟ الراجل يقول لك اصلا ده كده كده علامه المجموع اللي هو السبمشن اهو. طيب من راء واحد لحد نون عدد الحدود. فالراجل بيقول لك الف نفس القانون العام بتاعها، فاكره؟ اللي هو كان ايه؟ اللي هو راء اس نون ناقص الواحد. يعني مجموع حدود المتابعه الحسابيه، ده كده رمز التجميع او علامه التجميع بتاعتي. ماشي. هعتمد انا الكلام ده؟ لا طبعا، الكلام ده ما بنشتغلش عليه. احنا عندي قانون حلو وجميل وظريف ولطيف ببدا اشتغل عليه. القانون بتاعنا يا صديقي الا وهو قانون مجموع عدد نون من حدود المتتابعه الهندسيه. يا عم، عندي قانونين اتنين بشتغل عليهم في حصه النهارده وخلاص. طب رمز المجموع ايه؟ رمز المجموع والله بنقول له ج ن. طيب عباره عن ايه؟ قانونه سهل. بص، الف واحد ناقص راء الكل اس ن على واحد ناقص راء. بس يا باشا، شفت القانون؟ الف واحد ناقص راء الكل اس ن على واحد ناقص الراء. او القانون ده احنا ممكن نقلبه. يعني ايه نقلبه؟ او نعكسه يعني. بص، الف راء اس ن ناقص الواحد على راء ناقص الواحد. قلبت اللي فوق تقلب اللي تحت. طب يا استاذ مفردات القانون ده ايه؟ المفروض ما تسالش السؤال ده ما انت عارف. الف الحد الاول، ماشي. راء الاساس، وانت برضو يا صديقي عارف الاساس بيجي ازاي، اي حد على اللي قبله. نون عدد الحدود. بس استنى، عدد الحدود ايه؟ المراد جمعها. يعني ايه يا معلم؟ يعني لو انا عايز اجمع 10 حدود بقول له نون ب 10، 20 حد بحط 20، الحدود كلها بجيب عدد الحدود واروح اجمعها. ده كلام عسل وكلام محترم قوي. يبقى القانون ده اللي انا بشتغل عليه، انهي واحد فيهم اللي يعجبك بقى. استخدمت ده هو نفس الناتج بالظبط. الف واحد ناقص راء الكل اس ن على واحد ناقص الراء، ماشي. الف راء اس ن ناقص الواحد على راء ناقص الواحد، ماشي. بس القانون ده يا صديقي له شكل من الاثنين. طبعا احنا كده عرفنا شكل القانون اهو. واحد، يعني انا عندي قانونين اثنين بمعنى اصح. واحد في حاله احنا بنسميه كده في حاله وجود الف ور. ماشي، بنستخدم القانون اللي احنا لسه كاتبينه معاك اللي هو ج ن، عباره عن الف واحد ناقص ر الكل اس ن على واحد ناقص ر. ماشي. القانون الثاني برضو احنا كنا في المتابعه الهندسيه الحسابيه خدنا اثنين، واحد في لام وواحد في د او الف ودال. ثاني قانون في حاله وجود ايه بقى؟ في حاله وجود لام والف اللي هو الحد الاخير. يعني القانون بيبقى ايه؟ ج ن بتساوي، بص، الف ناقص لام ر على واحد ناقص ر. او ممكن اعكسه ابدلهم، يعني اللي هما ايه؟ لام ر ناقص الف على ر ناقص الواحد. هي يبقى القانون في حاله وجود الحد الاخير اهو. بص على القانون سهل جدا. الف ناقص لام في ر على واحد ناقص ر. الف ناقص لام في ر على واحد ناقص ر. الف ناقص لام في ر على واحد ناقص ر.
او القانون اللي فوق في حاله وجود الف ور بس. اللي فوق ده بستخدمه في حاله اجمع 10 حدود، 15 حد، 8 حدود. القانون اللي تحت لما اكون جايب لك الحد الاخير بس. في كمان قانون في حصه النهارده اللي هو ايجاد عدد ما لا نهائي، يعني عدد الى ما لا نهايه، الف على 1 ناقص ر. وكده يبقى درسك خلص يا صديقي. هما 3 قوانين بس اللي ببدا اشتغل عليهم. القانون الاولاني في حاله وجود الف ور، المجموع بيساوي، بص على القانون، الف 1 ناقص ر كل اس ن على 1 ناقص ر. بدلتهم ماشي، ما بدلتهمش احفظ واحد وخلاص. القانون الثاني الف ناقص لام ر على 1 ناقص ر، الف ناقص لام في ر على 1 ناقص ر. انا بستخدم كل قانون على حسب المعطيات. يعني ايه؟ يعني شوف السؤال. الدرس ده لذيذ يا جماعه. الدرس ده بقى ايه؟ 3 قوانين بس بتعرفوا تبدا تشتغل عليهم، وبيبدا ينوع لك بقى في افكار ويوسع ويشعب افكار كده. طب ما تيجي نسمي الله. راجل في بدايه كلامه راجل محترم يقول لك اوجد مجموع الحدود السته الاولى. يعني انت عاوز تجمع 6 حدود، ماشي. من المتبعه اللي قدامي تقول لي المتبعه دي جميله، هجيب منها الحد الاولاني اللي هو الف ب4، هجيب منها ر. ر بتجيبها ازاي يا حبيبي؟ اي حد على اللي قبله. 12 على 4 3، 36 على 12 3، فخلاص. كل حاجه متوفره. انهي قانون هستعمله؟ العقل يقول القانون الاول. فاقول له والله ج 6 يعني اجمع 6 حدود. القانون بيقول لك ايه؟ الف 1 ناقص ر لكل اس ن على 1 ناقص ر بس. خايف ليه من شكل القانون؟ هتعوض، سؤالك هيخلص. يلا بينا يلا بينا، بسم الله. الف عندي هناك بكام؟ 4 في 1 ناقص ر اللي هي 3، ن اللي هم 6 على 1 ناقص 3. عايز تعملها بالاله الحاسبه، عايز تختصر 1 ناقص ر اللي هي 1 ناقص 3 اللي هي سالب 2، وتروح تحسبها تقول له مثلا على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاثنين، فيطلع فوق سالب 2. او تعالى نكتبها تحت اهو، بسم الله. سالب 2، السالب جت منين؟ السالب بتاعه المقام في 1 ناقص 3 الكل اس 6، وخلاص على كده. تعالي آلة حاسبة على الهادي خالص يا جماعه ونبدا نضرب. سالب 2 في افتح قوس 1 ناقص 3 الكل اس 6، اقفل القوس بالراحه خالص، يطلع 1456. يبقى المجموع 1456 يا باشمهندس. المجموع بقى يجي سالب يجي موجب مش بتاعي انا، وانا عندي حكم على السالب ده. هو السالب بالنسبه لي حلو ولا وحش؟ ما عنديش مشكله معاه خالص. يجي موجب، يجي سالب، يجي كبير، يجي صغير، مش قصتي، مش حدوتي خالص انا السالب دي. طيب يبقى انا هشتغل على الكلام ده. طب شوف اللي بعده. اوجد قيمه 2 زائد 6 زائد 18 زائد نقط 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 لحد 486. ده معناته ايه؟ يعني ايه اوجد قيمته؟ ما انت لو ما تيجي تبص، هو الراجل جه كاتب لك كده 2 زائد 6 زائد 18 زائد، قاعد يجمع لحد ما وصل ل 486. هو كده عمل ايه؟ هو كده جمع حدود دول. انا عاوز اجمع الحدود من اول 2 لحد 486 بس. هروح اقول له يبقى دي متتابعه. اهم حاجه عشان السؤال ما بيجي لك في الامتحان ما بيقولش حسابيه ولا هندسيه، فانا اتعود ايه؟ هروح اقول له والله 2 بقت 6 زودت 4، الستة بقت 18، ما نفعتش. طب لو انا قسمت 6 على الاثنين 3، 18 على الستة 3، الله، يبقى دي متتابعه. اهو يا صديقي اشرح لنفسي هندسيه. الحد الاولاني بتاعها الف ب2، راء بتاعتها ب3، والحد الاخير موجود 486. ما هو انا في الامتحان يا صديقي بجيب لك سؤال زي ده، ما بقولكش بقى ولا حسابيه ولا بقول لك ولا هندسيه ولا بعرفها لك ولا اقول لك اي حاجه خالص. انت بقى المفروض تكون متعود على الحل. انا بعرف اللي هي هندسيه واعرف اللي هي حسابيه ازاي من الاساس. والله لو قسمت كل حد على اللي قبله طلع رقم ثابت ده هندسيه، طرحتهم طلع رقم ثابت حسابيه، ماشي. طب يا استاذ هنا هستخدم قانون الحد الاخير، ماشي. استنى بقى، ايه يا حبيبي؟ انا هنا ما عنديش عدد الحدود، قلتها 100 مليون مره. لايجاد اهو عدد الحدود بستخدم قانون ايه؟ من الرجاله اللي بتتابع معايا وحافظه، بنستخدم قانون الحد الاخير. ربنا يبارك لك يا رب. الحد الاخير اللي هو لام ده على طول يديك عدد الحدود. طب ما تيجي نعملها. هقول له خلاص يبقى لام هتساوي الف راء اس ن ناقص 1. يلا نعوض. لام عندك ب 486، الف عندك 2، راء موجوده 3، ن ناقص الواحد. ن هنا عدد الحدود بقى. بنبدا نشتغلها رياضه، اقسم على الاثنين تطلع 3 اس ن ناقص الواحد تساوي، هنا هتديك 3، هنا هتديك 4، هنا هتديك 2، 243. انا بقى عايز اعرف هي كام اس كام؟ انا قلت لك قبل كده في حصه الحل بتاع الهندسيه، خليك واد ذكي. هي دي كام؟ 3، اكيد دي هتبقى 3. فامسك الاله الحاسبه واقول له 3 مثلا اس 5 مثلا 243. الله، يبقى انا يا صديقي عرفت ليه كده بالاله الحاسبه ان دي 3 اس 5. خلاص اساس يساوي اساس، يبقى ن ناقص الواحد ب5. لقيت يا دكتور ان ن طلعت بكام؟ ب6. ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟
يبقى احنا كده كمان يا عمي عرفت لك عدد الحدود اللي هي كام، طلعت كام؟ طلعت 6. كلام محترم، كلام جميل، وكلام عسل قوي. في مشكله؟ لا خالص خالص، ان شاء الله ما فيش مشاكل. اعمل ايه بعد كده؟ انا بقى مجموع اروح المفروض اروح اجيب مجموع الحدود دي. هتعمل ايه يا باشا؟ كده تمام، انا مالي يا عم 6 7 انا مالي. يلا نعمل كده 1 2 3 4 5 تضرب في 3 انا مالي يا عم. يلا يا باشا، ها هتروح تعمل ايه بعد كده؟ هجيب بقى مجموع الست حدود دول، فاقول له والله مجموع الست حدود اهو. القانون بيقول لك ايه؟ انا عندي قانونين، الف واحد ناقص ر والسنون على واحد ناقص ر، او في قانون فيه لام اللي هو الف ناقص لام ر على واحد ناقص ر. بس حفظت القانون كتبته، سؤالك خلص يا هندسه. الف الحد الاول والله موجوده 2 ناقص لام 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 اللي هو الرقم ده 6 8 4 في ر اللي احنا جبناها كام 3 على 1 ناقص ر 1 ناقص 3. خلي بالك من الاشارات وخلي بالك من الجمع والطرح والحاجات دي. 2 ناقص 4 8 6 في 3. الكلام ده مظبوط كده مالي على 1 ناقص اللي هي سالب 2. الناتج يطلع كله 728. يبقى المجموع كله يا صديقي 728. بس انت ملاحظ حاجه ايه؟ نون اللي انا جبتها دي ما استخدمتهاش. طب انا عارف، امال جبتها ليه؟ لا نون دي بستخدمها في حاله وجود الالف والر، بس انا استخدمتها هنا علشان اعلمك الحته دي، علشان احطها في دماغك. احتجت تجيب نون اديها قانون لام، احتجت تجيب نون اديها قانون لام، احتجت تجيب نون اديها قانون لام. اصحى للكلام، اصحى. فاذا انا ممكن بقى اعلم القانون ده واقول لك خلي بالك ان القانون ده في حاله ما فيش فيه نون، مش شرط. الحد الاخير مش محتاج نون، القانون الاولاني لما يكون فيه نون. لو انا بقى عايز ايه اظبط نفسي كده وابقى واد ذكي ولعيب، طب ما تيجي تكمل يا واد يا ذكي يا لعيب انت وشوف ده كده. الراجل بيقول لك تعالى بقى هدخلك في حته كده رياضه شويه. اثبت ان المتابعه اللي قدامك متابعه هندسيه، واوجد مجموع الحدود الثمانيه الاولى منها. طيب اولا متابعه هندسيه، فالقانون او الحد العام بتاعها ح ن عباره عن 2 في سالب 3 الكل اس ن ناقص الواحد. طيب ده الحد العام بتاعها. في بعض الناس اذكياء شويه يقول لك يا باشا انا اروح اجيب الحد الاول، هجيب الحد الثاني، هجيب بعض الحدود واشوفها هندسيه ولا لا. اقول له جدع. فاقول لك تعالى نجيب الحد الاول كده. هنعمل ايه؟ هقول هنا اعوض هنا بواحد، واحد ناقص الواحد صفر فتطلع 2. جدع، حط 2. 2 ناقص الواحد 2 ناقص الواحد 1 فتطلع سالب 3 في 2 سالب 6. جدع، حط 3 3 ناقص الواحد 3 ناقص الواحد 2. فهنا 2 في 3 اس 2 9 9 2 في 9 بكام؟ ب 18. وهكذا. يقول لك طب لو انا حطيت دول على بعض يطلع اهو سالب 6 على الاثنين طلعت سالب 3 و 18 على السالب 6 طلعت سالب 3. اذا دي متتابعه هندسيه حدها العام سالب اساسها سالب 3. ده صح، ده صح. بس في طريقه ثانيه عشان ده بقى مقالي شويه. المفروض الاصح نعمل ايه؟ هنروح نقول له عشان نقدر نثبت ان دي متابعه هندسيه المفروض رياضيا تقول لي ح ر زائد الواحد على ح او ح ن بقى، انا اسف. المفروض نقول ح ن زائد الواحد على ح ن يطلع مقدار ثابت. لازم نكتب كده ونمشي بالقانون ده. معلش انا اسف لازم نعملها يعني عشان اعلمك برضه رياضه. انت جاي يا حبيبي الحصه هنا علشان تتعلم مش عشان تحل. انت جاي تتعلم عشان تدخل ثالثه ثانوي ان شاء الله بامر الله تبقى ايه؟ تبقى متاسس صح وداخل صح. والرياضه بقى فيزياء كيمياء اي ماده ما تخافش منها. فانا براعي ربنا فيك وبعلمك مش بحفظك الحل. طيب يعني ايه بقى ح ن؟ يعني هكتب دي زي ما هو، ادي 2 في سالب 3 الكل اس ن ناقص الواحد. ماشي. يعني ايه ن زائد الواحد دي؟ بص بقول له 2 في بص ادي سالب 3 ماليش دعوه. بعمل ايه انا ايه؟ بشيل النون ده اهي واحط مكانها ن زائد الواحد بعوض عنها. يبقى معاك هنا ن زائد الواحد ناقص الواحد هوب ده طار هتطلع 3 اس ن. صعب يا حبيبي؟ لا ان شاء الله مفيش حاجه صعبه. اعمل ايه بعد كده؟ والله طيرت ده مع ده. ها هنثبت الاساس ونطرح الاسس. يبقى سالب 3 اللي فوق ن ناقص اللي تحت ن ناقص واحد تبقى زائد الواحد. دي راحت مع بعضها فطلعت سالب 3 اس 1 بسالب 3. بس كده. هقول له بما ان ح ن زائد الواحد على ح ن طلعت سالب 3 وسالب 3 الرقم ثابت، اهم حاجه ما يطلعش فيه ن. لو ده طلع رقم كده يبقى ده متبعه هندسيه. لو طلع فيه ن لا يبقى ده متغيره مش هندسيه. خلي بالك من دي قوي. طلع رقم ده الثابت خلاص يبقى ده يا باشا متبعه هندسيه. ولو انت ملاحظ نفس السالب 3 اللي انا طلعتها هنا. ايه رايك بقى في الرياضه؟ فالرياضه يا رجاله والله ماده عقل ماده حب ما تتخافش منها. ما علينا، يلا نكمل. بسم الله. الراجل بعد كده قايل لك ايه؟ واوجد مجموع الحدود الثمانيه الاولى. الله، يبقى انا عاوز مجموع 8.
الحدود المتوافر عندك، احنا جبنا الحد الاول اهو هديه، الحد الاول عندي ب2 وعندي ر بسالب 3. خلاص، طب ما تيجي نطبق القانون بقى اللي هو ايه؟ ا 1 ناقص ر الكل اس ن على 1 ناقص ر. يلا بينا. فج 8 هتساوي ا اللي هو 2 في 1 ناقص ر اللي احنا جبناها سالب 3، حطها جوه قوس كده وخلي بالك الكل اس 8، ما ن 8 هنا ماشي، على 1 ناقص 3 يبقى زائد 3. خلي بالك من الاشارات، خلي بالك من الحسابات، خلي بالك من الحاجات دي كلها. طيب تعالى احنا خلينا سريع كده شويه. 1 و3 دي 4، هقول له على 2 فيها الواحد على 2 فيها الاثنين، ده كلام محترم مش هتتكسر. كسر. 1 ناقص افتح قوس سالب 3 اقفل عليها القوس الكل اس 8، اعمل الحاجات دي كلها. انزل تحت على الاثنين هوبا لا هوبا سالب 3280، يبقى سالب 3280 يا دكاتره. وانا اتفقت معاك ان الجمع يجي موجب، الجمع يجي سالب مش قصتي، مش مشكلتي. في حدود هتبقى ممكن تبقى حدود موجبه، حدود سالبه، ولو احنا بصينا فعلا ده في واحده موجب واحده سالب، فالمجموع بقى يجي موجب يجي سالب مش قصتي خالص. ما تخافش، انا مش واصي عليه ان هو لا لازم يجي موجب، لا يجي موجب يجي سالب مش بتاعتنا. حلو الكلام، حلو وجميل وما جميل الا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نكمل ولاحظ ان انا هحلك في الحصه دي كتير، يعني انا مجهز لك اظن ولا اكتر من 13 14 سؤال في الحصه، فاهدى كده على نفسك وركز وافهم كل فكره. اوجد اقل عدد من الحدود المتتابعه، يعني عايز نون، يقول لك اقل عدد اكثر عدد من الحدود اللي هو نون يعني. من المتابعه الهندسيه اللي قدامي تقول له استنى المتابعه دي جايه لك هديه، ليه؟ انت قايل لي 7 14 28 ونقط نقط 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 ماشي. انا بستفيد منك شويه حاجات، ان الحد الاول ا ب7 ممكن اجيب ر اي حد على اللي قبله هيطلع 2، ده كفايه قوي. يؤخذ من الحد الاول ليكون المجموع اكبر من 7000، اهو قال لك المجموع اكبر من 7000، فانا هروح اجيب قانون المجموع يا صديقي واقول له اكبر من 7000. نبدا نحل بقى. قانون المجموع عندك ا ور خلاص، فنروح نقول بسم الله الرحمن الرحيم. القانون اهو ا 1 ناقص ر الكل اس ن على 1 ناقص ر اكبر من ال 7000 اللي انت قلت عليه. بس يلا نعوض وبالله عليك ما تخاف. يلا ا عندك كام يا حبيبي؟ 7 ماشي. 1 ناقص 2 اس ن دي اللي انا عاوزها ماشي، على 1 ناقص 2. 1 ناقص 2 ده انت جدع قوي، ده انت محترم، ده انت صديقي اللي هي بواحد. شفت الراجل ريحك ازاي؟ اكبر من ال 7000 اهو. ايه رايك؟ 2 ناقص، لا استنى في غلط. لا 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 لا، اوعى تغلط في دي تاني، اوعى نغلط فيها يا استاذ احمد. لا 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 اهو ده هنا ال 7000 زي ما هم. استنى، 1 ناقص 2 سالب 1. 1 ناقص 2 سالب 1 مش 1، خلي بالك من دي، خلي بالكم من الاشارات. طيب فانا هظبطها، يبقى 7 على السالب 1 تبقى اسمها سالب 7 في 1 ناقص 2 الكل اس ن اكبر من ال 7000 اهو ماشي. اعمل ايه بعد كده؟ اشتغل رياضه. الرياضه يعني ايه؟ اقسم على السالب 7 ماشي، يبقى معاك 1 ناقص 2 اس ن اهوت اقل من ايه؟ اقل من دي غيرت وش العلامه عشان قسمت على السالب. 7000 على السبعه فيها ال1000، 1 2 3 وده السالب اهو. بنقسم على السالب 7 يا جماعه، يبقى 7000 على السالب 7 فيها السالب 1000. في مشكله يا حبيبي؟ لا ان شاء الله مفيش مشكله، وده كلام محترم قوي. اعمل ايه بعد كده؟ عدي لي الواحد ده هنا، شايف الواحد ده؟ عدي لي لما تثني هيعدي بعكس الاشاره ماشي، يبقى سالب 2 الكل اس ن اقل من، هيعدي بعكس الاشاره هيبقى سالب 1. 1000 سالب 1000 ناقص الواحد بسالب 1001. حلو. بص بقى انا هقسم كمان مره على السالب، فوصلت ان 2 اس ن اكبر من 1001. اصحى بقى الحته اللي جايه دي عشان الحته دي جميله قوي وحليت زيها اصلا في حل اسئله الايه المعاصر في المتابعه الهندسيه. هنا يا صديقي لما اجي ابص مفيش رقم اجي احلله يدينا 2 اس حاجه، ده مستحيل. 1000 اس 1001 ده مفيش رقم تيجي تحلله يديك 2 دي، يعني 2 اس 10 2 اس 100 عمرها ما هتطلع لك 1001، ده رقم فردي. فهنا حلها ايه؟ لما تيجي حاجه زي دي ما تتحللش، يعني ايه ما تتحللش؟ مثلا لما اجي اقول لك ايه 2 اس 2 بتساوي 4 تقول لي ده اعرف احللها. 2 اس استنى 2 اس ن هحلل دي 2 اس 2، يعني مثلا 2 اس ن مثلا بتساوي 8 دي تتحلل 2 اس ن تساوي 2 اس 3. طب لو جيت قلت لك 2 اس ن تساوي 5 تقول لي لا الخمسه ما تتحللش. طب بحل الحته بقى اللي ما تتحللش ازاي؟ باخذ لوغاريتم الطرفين. وحليت عليها الحصه اللي فاتت باخذ لوغاريتم الطرفين. الله الله الله،
يعني اخد لوغاريتم هنا وخد لوغاريتم هنا هوب شقلب دي تنزل تحت، يبقى 2 لوغاريتم ن لوغاريتم 2 اكبر من لوغاريتم 1001. ارجع اقسم عليها بقى، معلش هو السؤال يعني يجي معانا طويل كده، فاقول له خلاص يبقى ن اكبر من لوغاريتم ال 1001 على لوغاريتم الاثنين. ما هو انت لازم تبص على الافكار وعلى المسائل، مش هقعد ادي لك مسالتين ثلاثه وقابل واقلب واجري، اصحى للكلام. فنروح نقول لوغاريتم لوج 1001 اقفل عليها القوس على لوج برضه لوج في لوج الاثنين اقفل القوس هوبا لا هوبا طلعت 9.9، فلقيت كده ان ن اكبر من 9.9. الرقم الاكبر من 9.9 ال10 عايز اكبر منها ايا كان، عشان كده خدت اللوغاريتم. اللوغاريتم بقى يديك كسر يديك رقم 10 مش قصتك خالص عادي، ما انا باخد الاكبر منه القط الحته دي. فاذا هنا ن تطلع لك 10 هنلاقيها لا هو خلاص كده مفيش اختيارات اصلا، يبقى اقول له اكبر عدد هنا او اقل عدد هنا اللي انت عايزه يطلع ن ب10 حدود. حلوه الفكره؟ حلوه قوي. وحلاوتها يا صديقي ان هي جايه لك فين؟ ان هي جايه لك فيها لوغاريتم. بس استنى، يعني ايه اقل عدد من الحدود؟ اقل حاجه 10. طب ما ممكن يبقى 10 او 11 او 12 او 13، ما انا مش عارف بقى. ده اقل حاجه 10، ممكن يبقى 10 يبقى 11 12 13، ما انا ما اعرفش. اهم حاجه ن اكبر منها وخلاص. فهمت اللعبه؟ ماشي. يبقى دلوقتي انا اتعلمت مهاره جديده. ايه المهاره دي؟ ان انا لو في حاجه عندي ما تتحللش، ما تدينيش حاجه اس حاجه اديها لوغاريتم. حاجه ما تتحللش اديها لوغاريتم، حاجه ما تتحللش اديها لوغاريتم. بحبك يا صديقي. تعالى بقى يعني حاجه بسيطه اهوت. المتتابعه الهندسيه التي حدها الاول ا بكاف ب2 واساسها ر بكاف ب1 يكون مجموع، عاوز مجموع 10 حدود. الله، طب كل حاجه موجوده. حلو الكلام. فاقول له خلاص يبقى ج 10 عباره عن ا 1 ناقص ر كل اس ن على 1 ناقص ر. بس القانون حل كل حاجه. ا موجود عندك ب2 في 1 ناقص ر اللي هي كام يا حبيبي؟ اللي هي 1. الله الله الله، ايه ده؟ على 1 ناقص 1. هنا بقى في مشكله. ايه المشكله؟ ان انت 1 اس 10 بواحد، 1 ناقص الواحد البسط هيطلع معاك صفر والمقام هيطلع صفر، فدي كميه اسمها كميه غير معينه. ايه الاسئله اللي بتجيبها دي يا استاذ احمد؟ اعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك ايه؟ وانت فاكر ان انا يا حبيبي اجيب لك سؤالين نرصهم ونجري مع بعض اتعلم؟ طب ما نفعتش، يبقى القانون ما نفعش. القانون ما ينفعش ان انا اجيب حدود المتتابعه. ليه؟ هتلاقي المتتابعه دي متتابعه ثابته ما بتتغيرش. احنا بنجيب حدود المتتابعه المتغيره. تعالى بقى نجيبها احنا يدوي كده. يدوي ازاي؟ هو انت مش قلت لي الحد الاولاني 2؟ طب ما تجيب الحدود اللي بعدها. مش الاساس 1 اضرب 2 في 1 ب2 وهنا 2 وهنا 2. الله، 2 2 2 2 2 2 10 مرات. ليه يا ابني؟ ما هو 1 الاساس 1، يعني كل شويه هضرب في 1. يبقى ده كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا هجمع الاثنين مع نفسها 10 مرات. يا راجل والله العظيم. عايز تعملها بقى كده اهو، يعني بص ده شوف تطلع معاك كام يا معلم؟ طلعت 20. خلاص يبقى ده الاثنين متكرره 10 مرات، يعني 2 في 10 ب 20 وخلاص. فاذا القانون ده ما ينفعش اجيبها. ليه؟ القانون ده ما ينفعش اجيبها عشان ده المتابعه طلعت ثابته، وثابته الره بتاعتها هتبقى بصفر، فمستحيل استخدم القانون ده. فدي لقطه ممكن تقابلك. امتى استخدم القانون ده؟ اذا كانت حدود المتابعه متغيره. في المتابعه الثابته مستحيل. طب ليه مستحيل؟ اصل القانون 1 ناقص ر، وفي الثابته الره دي ثابته، يعني فاهم؟ الره ده يعني لو جات لك بواحد مستحيل تحلها. ما هي مش كل المتابعات الثابته، لا، ما ممكن مثلا تبقى ره 2 3 4. دي حاله خاصه، اللي على السبوره دي حاله خاصه. المتابعه الثابته اللي اساسها واحد بس، اللي اساسها واحد بس، ماشي؟ كل شويه بضرب في واحد، مش كل شويه بضرب في 2 في 3، ممكن يطلع لها ناتج. انما اللي اساسها واحد ما اعرفش. دي في اللي اساسها واحد بس يا صديقي. كمل يا محترم. الله، شوف على الحلويات بقى. مجموع المتابعه الهندسيه اللي قدامي. والله انا استفدت من المتابعه ان انا اقدر اجيب الالف اللي هي 3، اقدر اجيب الر اي حد على اللي قبله -6 على 3 -2، وكده كده عندك الحد الاخير 8 6 7. ده قانون حلو. هقول له خلاص يبقى المجموع ج ن عباره عن بص ا ناقص ل ر على 1 ناقص ر. بس يا حبيبي الف الحد الاول 3 ناقص ل اللي هي 7 6 8 في ر اللي هي -2 على 1 ناقص ر. 1 ناقص 2 يبقى -2. وما تفكرش كتير ولا تحاول تختصر ولا تعمل اي حاجه. اسمع اللي بقول لك عليه آلة حاسبه. 3 ناقص 7 6 8 في -2 انزل تحت على 3 كده اهو. يطلع لي الناتج ده كله 513. هتلاقيها يا حبيبي بكل هدوء خالص.
معاك آلة حاسبتك، معاك قوانينك، اشتغلت عادي، اهدى خالص على نفسك وبلاش استعجال وخوف. ماشي. متتابعه هندسيه، تعالى بقى ادخل بقى على الاسئله، عد كده الاسئله تلاقيك دخلت في 10 اسئله لحد دلوقتي، تعالى بقى ادخل على الحاجات الحلوه. متتابعه هندسيه حدها الرابع يساوي 8، طب الحد الرابع اللي هو أ ر أس 3 ده ب 8 ماشي، وحدها السابع اللي هو أ ر أس 6 ده ب 64. اوجد المتتابعه. اول حاجه ومجموع 10 الحدود الاولى منها، اصبر بس اصبر. انا اتفقت معاك على اتفاقيه صغنطوطه قوي. في المتتابعه الهندسيه بقسم المعادلات، اقسم المعادله دي على المعادله دي، تعالى نقسم كده. هقول له ادي المعادله الاولى هروح اقسمها تحت على أ ر 3 وهقسم دي على 8. حلو حلو. أ طارت مع أ، ر 6 مع دي يفضل لي بس ر 3 ماشي. 64 على 8 فيها ال 8. الله، خد الجذر التكعيبي، لقيت ان ر يا دكتور طلع لك ب 2. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ جبت ر ب 2، عوض في اي واحده هات أ. يلا بينا. هاجي هنا اهو هقول له يبقى أ في 2 أس 3 8 تساوي 8. طب ما تختصر، وجدت يا دي ان أ طلعت بكام؟ الله 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 يا حبيبي يا رسول الله، أ طلعت بواحد عليه الصلاه والسلام. نروح نقول خلاص هذه المتتابعه واحد اضرب في 2، 1 في 2 ب 2، 2 في 2 ب 4، 4 في 2 8، 8 في 2 كفايه عليك دول. هوبا 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 خلصت. فيجي بقى يدخل المجموع في المتتابعه في الاوصاف في ايه، اهدى بس على نفسك وما تخافش ما تخافش. طيب بعد كده احنا جبنا المتتابعه صح، الراجل بيقول لك مجموع 10 الحدود الاولى منها، هوبا لا هوبا هقول له يبقى ج 10. ها القانون بتاعك ايه؟ أ، كل شويه اكتبه 1 ناقص ر الكل اس ن على 1 ناقص ر. يلا بينا. فنقول بسم الله. أ اللي هو كام؟ أ اللي هو 1 في 1 ناقص ر اللي هي كام؟ 2. عايز كام حد يا حبيبي؟ 10 على 1 ناقص 2 اللي هي سالب 1، خلي بالك منها. فيجي البسط كده او شرط الكسر الواحد ملوش لازمه، يبقى 1 ناقص 2 الكل اس 10 على سالب 1، خلي بالك من الاشارات، يطلع 10 23. اهو 10 23 ده فعلا المجموع اللي معانا يا اصدقائي. بس كده. يبقى تعالى اتكلم انا في حته بقى دلوقتي، احنا خدنا حاجه اسمها مجموع المتابعه الهندسيه. قانون المجموع عند قانونين اتنين، ج ن بتساوي أ واحد ناقص ر الكل أس ن على 1 ناقص ر. القانون الثاني أهو ج ن بتساوي أ ناقص لام ر على 1 ناقص ر. أ ناقص لام ر على 1 ناقص ر. إمتى بستخدم القوانين دي؟ يا جماعة ما هو أنت مش صغير. أنا على حسب سؤالي، لو في ر هستخدم اللي تحت، في أ ور هستخدم اللي فوق، خلصنا. أو في ن بمعنى أصح هستخدم اللي فوق. إني أحبك في الله. يجي راجل بعد كده يقول لك طب تعالى بقى شوف السؤال ده برضه سؤال كتاب مدرسه مزودين لك في افكارهم. عدد الحدود عددهم الذي يلزم اخذها من المتتابعه. قلت المتتابعه دي بتبقى هديه برضه، تروح تقول له يا باشا استفدت منك ان الالف ب3 وان الر اي حد على اللي قبله 6 على 3 2. ابتداء من الحد الاول يكون المجموع، هنا المجموع الراجل جابه لك ب 381. نفس السؤال ده اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو اكبر من ال 7000 وادانا له اللوغاريتم، هنا هطبق القانون عادي جدا جدا. نقول له يلا قانون المجموع، معلش سامحني انا كل شويه بكتب القانون عشان تحفظه معايا. ألف 1 ناقص ر الكل أس ن على 1 ناقص ر، صلى الله على سيدنا محمد. رحنا نعوض يا دكتور، لقينا الألف بكام هنا معاك يا حبيبي؟ ب3. 1 ناقص راح بكام يا حبيبي؟ 2 الكل أس ن على 1 ناقص 2، كل ده بتساوي المجموع 3 1 8. شغل الرياضة بقى ما تخافش. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني هلاقي البسط هنا 3، 1 ناقص 2 الكل أس ن، 1 ناقص الاتنين دي بسالب 1، كل ده ب1 8 3. اضرب السالب 1 هنا يبقى أنت معاك 3 في 1 ناقص 2 الكل أس ن، سالب 1 في الرقم ده بسالب 381. اقسم على الثلاثة، قسمت على الثلاثة يبقى ما عادش في 3 بقى، يبقى هنا إيه؟ 1 ناقص 2 الكل أس ن تساوي 381 على سالب 3 طلعت سالب 121، سالب 127. حلوه؟ حلوه. عدي لي الواحد هنا بعكس الاشاره يبقى سالب 1، يطلع معاك يا دكتور ان 2 اس ن هتساوي سالب 127 وسالب 1 يبقى سالب 128. حلو. هنا بقى ما هنا هعرف ايه؟ هقول له والله 2 اس ن هتساوي، تعالى بقى انا السالب 128 مالكش دعوه بالسالب دي، خلي السالب جوه اهو. انا بقى ال 128 دي عايز اعملها رقم حاجه يعني. لا استنى، في حاجه غلطه هنا. في غلطه ايه يا حبيبي؟ كان في هنا سالب، ما هو لازم السالب دي تروح. كان في هنا سالب اهي، السالب دي اهي هتروح مع دي، لازم السالب تروح.
ال 128 دي اكيد 2 اس حاجه، ده اكيد هو مليون في الميه. انا حفظتها لك. انت بتشوف الرقم اللي هنا كام، دي بتتظبط عليها وش كده. فنروح نجرب، نقول له 2 نعمل عليها اس 8 مثلا ب 256. طب يبقى 2 اس 7 مثلا 7 مثلا ب 128. برافو. فهنا وصلنا ان دي 2 اس 7. طيب هنا الاساس يساوي الاساس، فلقيت ان ن هتساوي السبعه، وكده عدد الحدود. فاذا عدد الحدود يا صديقي هنا 7. ايه رايك؟ بالله عليك ايه رايك في الافكار وفي المسائل؟ درس سهل يا جماعه، عرفت القانون اشتغلت عليه. يجي الراجل بقى بعد كده يقول لك لا ده برضه لسه مزود، احنا مزود لكم افكار، ده انا عايز ادخل في القانون الاخير عشان نخلص. ما علينا، يلا. بيقول لك اذا كان مجموع 5 حدود الاولى من المتتابعه يساوي 31. اوبا، مجموع 5 حدود ب 31، ومجموع ال5 حدود التاليه لها. اوبا، يعني ايه التاليه لها؟ هنا بقى في فكره جميله قوي. ايه يا حبيبي؟ مجموع ال5 حدود التاليه لها يعني الخمسه اللي بعدهم بالرقم ده 9 2 9. هات المتتابعه واوجد حاصل ضرب حدودها العشره الاولى. يا سلام، ده مساله جميله جدا. تعال نفك دي كده. هقول له ايه؟ هقول له هطبق القانون. انت مش مديني اي حاجه خالص؟ ماشي. ايه ده؟ مش مديني اي حاجه خالص. هطبق القانون اللي هو ا، ماشي، 1 ناقص ر الكل اس ن على 1 ناقص الر، كل ده بتساوي 31. يلا نعوض، يلا بينا. يبقى ده ا، ماشي، 1 ناقص ر الكل اس 5 عشان دول 5 حدود، على 1 ناقص ر كل ده ما اعرفوش، ماشي، يساوي ال 31. ودي قول عليها اول معادله. شوف تاني معادله بقى. انت ما ينفعش تطبق القانون ده، ليه؟ ما هو اصل القانون دوت يا صديقي بدايه من الحد الاول. هنا انت ممكن تتذاكى وتقول له هو ال5 حدود اللي بعدهم يبداوا من الحد الكام؟ السادس. لازم تخلي بالك عشان قال لك ال5 حدود التاليه لها اللي بعدهم. فنروح ابدا من السادس، ده القانون هيعك قوي. انا بقى هشتغل بالعقل قوي. هقول له ايه؟ هقول له انا هجيب مجموع ال10 حدود على بعضهم. هجمع انا الرقمين دول 9 9 2 زائد 3 1، يطلع لي 1023. ليه؟ انا هقول له هاخد مجموع ال10 دول ايه؟ اللي هم الخمسه الاولى والخمسه اللي بعدهم، عشان ابدا القانون من بدايته. خلي بالك عشان يبقى القانون يظبط معاك. يبقى انا هبدا القانون على 10 بقى. فهقول له برده نفس القانون اللي هو ا 1 ناقص ر الكل اس 10 بقى على 1 ناقص ر على طول كده، كل ده بتساوي الرقم الكبير 1023. ايه رايك في الدلع؟ ايه رايك في الرياضه؟ ايه رايك في حلاوتها؟ بس يا معلم، بس يا معلم، اني احبك في الله ولا. خلي بالك من دي. خدت ال10 حدود عشان اخد من البدايه. طيب هعمل ايه؟ هقسم المعادلتين على بعض. هقسم ده اهي على ده اهي، الكبير على الصغير. تعال نكتب ده كده في الاول. شوف انا هقسمها لك ازاي عشان ما تخافش. ادي ا 1 ناقص ر الكل اس 10، وهنا 1 ناقص ر اهوت. هقول له على ده اهو. فانا هحلها بقى على طول عشان ما اضيعش وقتك. هحول على الى في واقلب. هوب ده يطلع فوق يبقى 1 ناقص ر، هوب ده ينزل تحت ا 1 ناقص ر الكل اس 5. الله 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 الله. تساوي الرقم ده على الرقم ده اللي هو 1023 على ال 31. في حاجات طايره اكيد، الالف مع الالف، 1 ناقص ر مع 1 ناقص ر. خلصنا؟ بس استنى، ده فضلت حاجات وحش. انت اللي وحش. شايف ده؟ هعلمك رياضه برضه. ده يتحل ازاي؟ يتحل يا استاذ؟ قوسين 2 يا حماده ما تخافش. 1 ناقص ر 1 زائد الر. ال10 دي بتتحط هنا 5 وهنا 5، فرق بين مربعين يا ولا. طب الثاني اهو 1 ناقص ر الكل اس 5. ايه حلاوتك يا استاذ احمد؟ فده طار مع ده. الله، يبقى انت خلصتها في 1 زائد ر اس 5 بالظبط كده. هدي بقى 1023 على 3 1، هوبا لا هوبا 33 33. انقل الواحد، لقيت ان ر اس 5 بتساوي 33 ناقص الواحد 32. لما انا هقول له يبقى ر طلعت ب2. واحد يقول لك انا عايز اعرف بقى جت منين. لو انت مش عارف تعملها كده، بص اقلبها اللمه الثانيه يبقى خمس. يبقى اقول له اعمل على الاله الحاسبه 32 اس خمس على الاله الحاسبه تطلع لك 2. كده احنا جبنا ر، كده احنا جبنا ر. نعرف نجيب الف؟ من اي معادله بقى يعني، معلش هتبقى رخمه شويه دي. يلا نعوض، يلا نعوض. عوضنا اهو. ماشي، تعالى امسح الحته ده اهي عشان نجيب الف. يلا بينا. معلش يلا اهو. هروح اقول له يبقى الف اللي انا عايزه في 1 ناقص 2، ما هي 32 بقى اللي هي 32 ده اهي، ماشي، على 1 ناقص 2، كل ده بتساوي 31. يلا بينا. يبقى الف في
1 ناقص 32 يبقى السالب 31. ده 1 في سالب دي، 1 في سالب دي بسالب، هنضربها اللمه الثانيه يبقى سالب 31. اقسم عليها الله، يبقى الالف طلع كام يا دكتوره؟ الالف طلع بواحد. اول سؤال الراجل عاوز منك المتتابعه، خلاص 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 خلاص، يبقى المتابعه بتاعتك كام؟ واحد، بدايتها واحد، ور طلعت بكام؟ 2، يبقى 1 و2. هو بعد خلاص بقى 1 و2، استنى 2 ايه؟ انا بضرب في 2، 1 في 2 صح؟ بعد كده اضرب في 2 يبقى 1 في 2، 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8، 2 في 8 16، 2 في 16 32، 32 في 2 ب 64. يبقى ده 1 2 3 4 5 6 7. عايز تكمل كمل بقى. يجي الراجل يقول لك انا عايز مجموع 10 حدود، انت ممكن تجيب ال 10 حدود تمسك الاله الحاسبه وتضربهم وخلاص وتشتري دماغ. روح هات ال 10 حدود عشان دول صغيرين واضربهم، بدل ما اقول لك الف ر في الف ر تربيع في الف ر تكعيب في الف ر اس 4 في الف ر اس 5 لحد ما اوصل لالف ر اس 9، هاخد الالف مشترك واضرب في ر. ليه؟ هات يعني اصل دي حدود صغيره، بس مالهاش قاعده عندي. هات الحدود ال 10 حدود وروح اضربهم بالاله الحاسبه، هيطلع بقى رقم كبير، هيطلع رقم صغير مش بتاعتي، مش قصتي. بس سؤال حلو، سؤال جميل، عشان انا اشتغلت معادلتين مع بعض عرفناهم وطلعنا ونزلنا واختصرنا ووصلنا لحاجه مهمه قوي. فوالله سؤال جميل يا صديقي. تعال نكمل بعد كده يا صديقي. بوصل بقى للجزء اللي انا عايز اوصل عنده، اللي هو مجموع عدد غير منتهي. ايه المجموع عدد غير منتهي؟ يعني انا عايز اجمع عدد الى ما لا نهايه. يعني ايه يا استاذ؟ يعني اجي يا صديقي مثلا اقول لك عندك متتابعه هندسيه مثلا 2 4 8 مثلا 16 نقط 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 نقط، واجي اقول لك اوجد مجموع دول، او اجي اكتب لك كده انا عايز اجمع ده كده، تقول لي ايه ده يا استاذ؟ وانا هوصل لحد فين؟ قلنا مش عارفين. فاذا الجزء ده اسمه مجموع عدد غير منتهي او مجموع الى ما لا نهايه. فالمجموع الى ما لا نهايه ده صديقي له قانون جميله جدا اهو. مجموع الى ما لا نهايه عباره عن الف على 1 ناقص ر بس. دي يديك مجموع عدد غير منتهي. ما انا مش عارف اقف لفين. ما تجيش انت بقى تشغل دماغك وتقول يا استاذ ما هو المفروض يطلع رقم كبير قوي. في عندنا معضله في الرياضيات، لو احنا جمعنا الارقام كبيره جدا 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 بنوصل لارقام صغيره. دي حاجه اكبر من سنك كده شويه، بس ما علينا. هنا القانون يا صديقي بيطبق الف على 1 ناقص ر، ده المجموع الى ما لا نهايه او مجموع عدد غير منتهي، اسمه كده مجموع عدد غير منتهي. ده القانون بتاعه، ما تشغلش دماغك اكتر من كده. فالراجل بيقول لك انا عاوز مجموع عدد غير منتهي من حدود متابعه هندسيه، او اذا كان مجموع عدد غير منتهي من متابعه هندسيه يساوي 4. يعني المجموع الى ما لا نهايه ده ب4 وحدها الثاني سالب 3. هات المتتابعه. الله، حدها الثاني اللي هو ايه؟ الحد الثاني ده سالب 3. طب ما يلا بينا. اول حاجه انا هطبق القانون ده يا صديقي وهقول له المجموع ده اللي هو الف على 1 ناقص ر. انت قلت لي كل ده بكام يا صديقي؟ ده ب4. طب ما تيجي نعمل مقص، يلا نعمل مقص. طبعا 4 على 1، واحد في الف هيطلع بألف، 1 في 4 ب4 ناقص 4 من ر. دي اول معادله. نيجي نفك دي، الحد الثاني اللي هو اصلا الف ر بتساوي سالب 3. اصبح معاك معادلتين سهل ان انا احلهم مع بعض. هي مش دي الف بتساوي ده؟ طب ما تيجي نعوض عنها هنا. يعني هقول له لا استنى، انا هشيل الف واحط مكانها ايه؟ 4 ناقص 4 ر. يبقى 4 ناقص 4 ر مضروبه في ر اللي بره بتساوي سالب 3. ايه رايك بقى؟ حاولنا نضرب دي نفكها، هيطلع معايا يا صديقي هنا ان 4 ر ناقص 4 ر في ر يبقى اديك 4 ر تربيع كل ده ب3. انقل دول بسالب 3، انقل دول الطرف الثاني هيطلع معاك 4 ر تربيع ناقص 4 ر ناقص 3 بتساوي 0. بص 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 بص، خدت دول كده الطرف الثاني، واروح يا صديقي من غير ما اوجع دماغي واقول له مود 5 3. مود 5 3 4 يساوي سالب 4 يساوي سالب 3 يساوي مره يساوي 3 على الاثنين وسالب نص. بص بقى في الحته اللي جايه دي كده، ر يا صديقي طلعت مره ب 3 على الاثنين ور طلعت بنص. اولا ده مرفوض. ليه مرفوض؟ قال لك علشان شرط ان انت تكون شغال في عدد مجموع عدد غير منتهي ان مقياس راء ده يكون اقل من الواحد. مقياس راء اقل من الواحد يا صديقي، يعني ما ينفعش رقم اكبر من الواحد، ما ينفعش رقم اكبر من الواحد، اقل من الواحد، فده مرفوض. يبقى انا هاخد ده طلع كام؟ سالب نص، يبقى هاخد سالب نص. هعوض فين عشان اجيب الالف؟ هعوض اهو. يبقى انا هقول له الالف في الر اللي هي سالب نص بتساوي سالب 3 اضرب في سالب 2 تطلع ب6. يبقى المتابعه بتاعتك 6. اضرب في سالب نص تبقى سالب 3، اضرب في سالب نص تبقى 3 على الاثنين وهكذا. دي المتابعه اللي انا قدرت اوصل لها يا صديقي. شوف السؤال هنا، تعالى السؤال ده شكله كده جميل مقالي اهو. متابعه هندسيه اي حد من حدودها يساوي ضعف مجموع الحدود التاليه الى ما لا نهايه. طب المتابعه الهندسيه بتبدا بايه؟ بالف، وبعد كده الف ر، وبعد كده الف ر تربيع، وبعد كده الف ر تكعيب، وهكذا. السؤال ده جميل قوي. بقول لك مجموع اي حد من حدودها. اختار، انا هاخد الحد الاول اهو، يساوي
ضعف يعني 2 مجموع الحدود التاليه له. مجموع الحدود التاليه يعني أ ر زائد أ ر أس 2 زائد أ ر تكعيب زائد نقط 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 نقط. اوجد اساسها. بس طب لو استنى، لا الفكره دي جميله قوي فوق ما تتصور. فاقول له يا صديقي انا الف ماليش دعوه بيها بتساوي 2 في، تعالى احنا نجيب قانون المجموع ده. هو قانون المجموع الى ما لا نهايه عباره عن الف على 1 ناقص ر. بس استنى، ما هو الف؟ الالف ده يا صديقي الحد الاول في الحدود المتتابعه. لما انا ابدا من هنا، الحد الاول مش هيبقى اسمه الف يا معلم، ولكن ده الحد الاول. يعني تروح تقول لي بقى الف ر على 1 ناقص ر، دي خلي بالك منها بقى، انا بدات من هنا. لو انا حبيت بقى اشتغل او اعمل مقصات او اشيل ده مع ده على طول، اختصر. فيفضل البسط بتاعنا يا صديقي عباره عن 2 ر على 1 ناقص ر بتساوي 1. رحنا عملنا مقص، يبقى 2 ر بتساوي 1 ناقص ر. اعمل ايه؟ اعمل هده هنا، يبقى 3 ر بتساوي 1. قسمت يبقى لقيت ان ر طلعت بتولت يا دكتور. سؤال جميل قوي، سؤال جميل وفكره لذيذه. كده جبنا ر بتولت. يجي الراجل ما يسيبكش، هو عايز الاساس، خلاص يا باشا الاساس تولت. الراجل ما يسيبكش في حالك ويقول لك ايه؟ واذا كان حدها الثالث. طب ما تفك قانون الحد الثالث اللي هو الالف ر تربيع ده بتسعه، هات المتتابعه. طب انا عندي ر يا حبيبي بتولت، ده بتولت يبقى الف في تولت يعني 1 على 9 تساوي 9. اضربها اللمه الثانيه يبقى الالف تطلع 81. فاذا المتتابعه تبقى 81 في تولت تبقى 27 في تولت تبقى 9 في تولت تبقى 3 ونقط نقط 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 يا صديقي. لا فكره جميله قوي، فكره لذيذه، خلي بالك منها. يعني ضعف مجموع واشتغلتها عادي جدا. كلام جميل والله وسؤال حلو. بروح بقى لحته كده جميله وجديده مضيفينها منزلينها لكم، حته جميله قوي ولذيذه يعني، وانا عن نفسي بحب الحته دي قوي، اللي هو تحويل الكسر العشري الدائري الى كسر اعتيادي. يعني ايه دائري ده يا استاذ؟ يعني انت مثلا يا صديقي لو انت مسكت الاله الحاسبه مثلا، بص وقول لي مود واحد اهو، وقلت لي واحد مثلا على الثلاثه قول لي يساوي، اضغط اس، اضغط اس دي هتلاقيها ثلاثات كتير كده. ضغطت مثلا اي رقم من دول، اكتب 5 على 9 كده، اعمل 5 على 9 قول لي يساوي، هتلاقي خمسات 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 كده. انا عاوز بقى احول الرقم ده يبقى في صوره كسر، كسر اعتيادي يعني بسط على مقام. فده اسمه رقم دائري. يعني حتى ما بتيجي تكتبها بنختصر احنا نعمل 5 وعليها شرط، 5 من 100 عليها شرطه، دي كانت في الابتدائي. 1 على 6 بنكتب الرقم ده بنشوف ايه اللي متكرر. يعني انت لو مسكت كده على الاله الحاسبه 1 على 6 هتكتب لك 1، بص علامه كده 1 6 6 6 6. ما بنكتبوش بقى كده، ولكن بنكتب ادا العلامه وده الواحد اللي متكرر 6 بنحط عليه شرطه. يبقى الشرطه اللي بتكون فوق دي بتتحط على الرقم المتكرر. يعني انت لو مسكت الاله الحاسبه برضو وكتبت 5 على 33، الاله الحاسبه تكتب لك بص علامه اهو 15 15 15 كل شويه 15. فدي ما بنكتبوش كده، ولكن بنقول له ايه؟ 15 دائري. دائري يعني الرقم ده متكرر كتير، اتكرر معايا كتير. احنا بقى النهارده عايزين نحول الرقم الدائري ده يبقى رقم كسر. ممكن تجي لك على فكره في اختياراته في الاسئله، فالحته دي خلي بالك منها. فالراجل بيجي يقول لك إيه؟ ضع في كل من الكسور الآتية العشرية الآتية في صورة كسر اعتيادي. سؤال جميل قوي. فأول واحدة ركز بقى عشان تشوف طريقة الحل. هتقول لي دي 7 من 10. أنا عايز أخليها عبارة عن إيه؟ عبارة عن متتابعة هندسية. ف7 من 10 دي معناها يا صديقي إن السبعة متكررة كده، سبعات كتير كده، صح؟ فشوف أنا هعمل إيه؟ هقول له دي عبارة عن 7 من 10 زائد 7 من 100 زائد 7 من 1000 زائد 7 من 10000. فهمت اللعبه؟ بس يبقى انا ببدا 7 من 10 7 من 100 7 واحط قبلها اصفار. دي اصل ما لو انت جيت جمعت ده هديك ده فعلا. فاروح اقول له بقى تعالى يا حبيب قلبي، نعم ده مجموع عدد غير منتهي اللي هو ايه؟ اللي هو الف على 1 ناقص ر. اوبا، الف الحد الاول 7 من 10، 1 ناقص ر بنجيبها ازاي؟ اي حد على اللي قبله، اقسم ده على ده بالاله الحاسبه. هو والله العظيم مش هقول لك بقى 10 ولا 100، لا اهو بص، صفر علامه 0 7 على علامه 7 على طول، يطلع لك الناتج 1 على 10 اللي هي 1 من 10. يبقى هنا 1 من 10 يا معلم. احسبها لي بالاله الحاسبه، احسبها بالاله الحاسبه على طول، نوجع دماغنا ليه؟ هنقول له ايه؟ علامه 7 على افتح قوس 1 ناقص علامه 1 اقفل، يطلع لك الناتج 7 على 9. يبقى هنا 7 على 9. يجي واد بقى من العيال اللي بتشغل دماغها يقول لك طب ما لو السؤال ده جه في اختار، انا ممكن احله بطريقه ذكيه قوي. اروح اجرب الاختيارات على الاله الحاسبه، اقول له يساوي، هشوف ايه اللي يدينا السبعات الكتير دي واختارها. ماشي. طب لو جات لك مقالي لازم تحلها كده. طب اللي بعدها يلا نحل بقى بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. الراجل بيقول لك 24 من 100 دائري. هروح اقول له دي عباره عن ايه يا صديقي؟ دي عباره اهو، تعالى نكتبها بقى كده اهو، 24 من 100 هذا يا صديقي 24 صفرين علامه زائد 24 زود اصفار 4 اصفار علامه. صفرين جت منين؟ ما هي دي يا ابني 24. انت عارف دي لما تيجي تكتبها على الاله الحاسبه تتكتب كده، بص 24 24 24 24 كده اهو.
فاول واحده اهي، ثاني واحده قبلها صفرين، اللي بعدها 3 اصفار، خلي بالك من 4 اصفار، خلي بالك من دي. فاذا ده برضو عدد غير منتهي. هتقول لي الف اللي هي 24 من 100 على 1 ناقص، لما اجي اقسم ده على ده هيطلع لك 1 من 100. فعلى طول يا صديقي لما يكون رقم واحد يبقى 1 من 10، رقمين 1 من 100 على طول ممكن تحفظها او تجرب الاله الحاسبه ده على ده. تعالى احسبي لي اله حاسبه كده. هنقول علامه 24 على افتح قوس 1 ناقص علامه 0 1 اقفل هوبا يهوبا 8 على 33. طب ما تضغط اس دي كده فعلا كلها 24، يبقى انا حولت دي طلعت 8 على 33 يا هندسه. صعبه؟ لا يا سيدي. طب الرقم ده هيكون نفس الفيلم برضه، بس استنى، الرقم ده جميل قوي وفكرته حلوه. ليه؟ الرقم ده بقى هقول له ايه؟ هقول له انت كده كده معاك 3 علامه 4. ده رقم الاولاني، خلي بالك من الحته دي بالله عليك. 3 علامه 4 زائد، تعالى بقى دي لما نيجي نفكها هيبقى معاك 12 صفر علامه، خلي بالك من دي. وبعد كده ايه؟ 12 صفرين 3 علامه، خلي بالك انا بزود الرقمين هنا واحط الصفر اللي بعده. فدي لما تحب تكملها هتقول له بقى ده 3 علامه 4 زائد دي الواحده، دي بقى المتتابعه اهو. هتقول له 12 من 1000 على 1 ناقص، اقسم دول على بعض هيدينا 1 من 100 زي ما انا قلت لك. ده رقمين اهو. بس يا برنس، بس احسب انت بالاله الحاسبه بقى، وايا كان الرقم اللي يطلع انا ما عنديش مشكله معاك. تمام تمام يا صديقي. كانت حصه جميله قوي وحصه ممتعه وحصه لذيذه والله، وفيها افكار ومسائل حلوه قوي. فكده احنا اخذنا كام قانون النهارده؟ اخذنا 3 قوانين. القانون الاولاني لايجاد مجموع المتتابعه الهندسيه او المتسلسلات الهندسيه بقى، الف واحد ناقص راء لكل اس ن على 1 ناقص راء، او القانون الثاني اللي هو الف ناقص لام ر على 1 ناقص ر. طب لو انا عايز المجموع الى ما لا نهايه، لسه قايلين القانون الف على 1 ناقص ر. هي ده حصتك يا صديقي. كانت حصه جميله وحصه ممتعه وحصه لذيذه. كده خلصنا الوحده الاولى مع بعض كامله في الجبر ان شاء الله. فاضل لك الوحده الثانيه درسين 2 بس وانت خلصت الجبر خالص. تمام. انتظر برضو حل اسئله كتاب المعاصر كامله على المنصه بامر الله. صديقي اني احبك في الله، فصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اسيبكم في رعايه الله يا رجاله.